تذهبوا بعيدا وكونوا معنا في تغطيتنا الحصرية. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا، معكم فارس عوض من كابينة التعليق، ونحن هنا من أجل مباراة النهائي المثير. السويد في مواجهة منتخب الفراعنة المصري. هذه هي المباريات التي تبقى في الذاكرة والتي يظهر فيها الأبطال ويحسمها اللاعبون الكبار. مثل هذه المباريات تنتظرها كلاعب وتنتظرها كمشجع. لا يوجد نهائي كل يوم ولا تشارك في نهائي في كل أسبوع. اليوم الأنظار كلها على المباراة، ونتمنى بأن تكون على قدر التوقعات. تظهر أمامك تشكيلة المنتخب السويدي. الفريق هنا يلعب بطريقة 4-3-3 التقليدية، واللي تعتمد على الأجنحة في لقاء اليوم. إذن هذه هي التشكيلة الأساسية للمنتخب الاسكتلندي في مباراة اليوم. حتى الفريق الآخر رح يستخدم نفس الخطة، نفس الطريقة، رح يلعب بال4-3-3 واللي تعتمد على الأجنحة. ينطلق الآن الشوط الأول من المباراة. الله على الكرة، كادت بأن تأتي بهدف، وإن استمروا سيأتي الهدف لا محالة. قد يكون هناك التوفيق مع هذه المحاولة الجديدة. الكرة في المرمى، هدف افتتاح لم يتأخر لمباراة قد تشهد الكثير. شوف اللقطة، شوف الإعادة، شوف المرور بكل سهولة. أشعرنا كما لو كان في الملعب أمام فاضي تماما. هدف رائع. مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. بنية جميلة من بوصلاح، فرصة هدف الآن. هدف تعزيز التقدم يأتي، يقتربون أكثر فأكثر في هذا النهائي. يا لها من أجواء، يا لها من إثارة، نهائي بالنار حتى الآن. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدف. وها هي صافرة نهاية المباراة لتبدأ الاحتفالات والأفراح بعد الفوز بالكاس. يا لها من مشاعر، يا لها من لحظات، يا له من انتصار رائع. هنا الفريق الأحق تمكن من الفوز وحقق اللقب. نقول حظ أوفر للخاسر، مبروك للمنتخب.
تنتصر. هذه كرة القدم، دائما هنالك تنافس، دائما هنالك أفراح وأحزان، دائما هناك ليالي تاريخية ولحظات خالدة وأبطال بأسماء تكتب بالذهب. لاعبون في طريقهم إلى منصة التتويج لاستلام الجائزة الكبرى، لقب المسابقة وكأس البطولة. الجميع والأنظار كلها على قائد الفريق الذي سيرفع كأس البطولة. الجماهير سعيدة بفريقها، تشكر اللاعبين، تشجع اللاعبين، تحتفل في أجواء لا تنسى. مبروك من الأعماق. أجواء احتفالية في الملعب الآن. بطلات المسابقة يتشاركن البسمة والفرحة مع الجماهير الحاضرة. مجهود كبير من الكل في هذه المسابقة من البداية للنهاية. الجماهير لعبت دورا كبيرا في هذا الفوز وهذا التتويج. تحية هذه الجماهير واجبة. الآن لحظة التقاط الصورة التذكارية مع اللقب، صورة ستبقى في الذاكرة وتحفظ في التاريخ وفي أذهان كل جماهير النادي.